السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفه جديده وفيديو جديد في مطبخ عائشه العافيه. كنتمنى تكونوا في احسن حال. اليوم ان شاء الله رجعت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. غادي نشارك معكم خبيزه ديال الطاكوس او التورتيلا اللي كتجي ناجحه 100%. يعني غتحضروها بعينكم مغمضين، اقتصاديه وسهله بزاف، كتوجد في 4 ساعات تكون عندكم خبز الطاكوس واجده. وكذلك تقدروا تحضروا بها جميع الوصفات ديالكم، السندويتشات، تحضروا بهم مملحات اللي عجبكم. تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخير واكتشفوا المقادير وطريقه التحضير. وعلى بركه الله غادي نبداو في المكونات وطريقه التحضير. خديت هنايا كاسرول، عملت فيها 2 كيسان ديال الماء. بالنسبه للكاس انا عبرت بكاس ديال العنبه، زدت معاهم 2 ملاعق كبارين ديال زيت الزيتون ونصف ملعقه صغيره ديال الملح. غادي ناخذ الكاسرول ديالي وغادي نوضعه على النار وغادي نخلي هاد المكونات او هاد الخليط يغلى ويوصل درجه الغليان، يعني يغلى لي مزيان. وهنايا خديت واحد البول اللي عملت فيه 3 ديال كؤوس ديال الدقيق الفرش او الخاص بالحلويات، يكون مغربل من قبل. وغادي نضيف عليه داك الخليط ديال الماء اللي غلا مزيان. فكما كتلاحظوا من بعد ما ضفت داك الخليط غادي نخلطو او غادي نمزجو هاد المكونات مع بعضيتهم، ومن بعد غادي نعاود ندلكو على سطح العمل. بالنسبه انا هنايا خلطته بالمغرفه ديال الخشب، لان الماء غليان فاكيد ما غاديش نقدروا نعجنوها بيدنا، فلهذا استعنوا بواحد المغرفه اللي غادي تخلطوا بها. ومن بعد فرغوا الخليط ديالكم في سطح العمل اللي تكونوا رشيتوه بشويه ديال الدقيق، وبداو كتجمعوا العجينه. غادي ندلكوها غير واحد المده ديال 3 دقائق، ماشي بزاف، غير باش ينسجم لنا الدقيق مع داك الخليط وتحصلوا على واحد العجينه اللي تكون رطبه وملسه. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما دلكتها غادي نتحصلوا على هاد العجينه هذه. كما كتلاحظوا كتجي واحد العجينه اللي رائعه، كتجي رطبه بزاف والقوام ديالها مالس بزاف. صافي بالنسبه للدقيق، الا جاتكم العجينه مرخوفه بزاف او لا كتلصق لكم بزاف، فزيدوها واحد الكميه ديال الدقيق حتى تجمع لكم. يعني العجينه خصها تكون واخا تكون مرخوفه وانما كتكون شاده راسها، يعني مجموعه. صافي هنايا من بعد ما جمعت داك العجين خليتها واحد المده ديال 5 دقائق غير على ما نظفت سطح العمل ووجدت المسائل اللي غادي نخدم بهم. فكما كتشوفوا من بعد ما خليتها واحد 5 دقائق رشيت سطح العمل بالدقيق وقسمت العجين على 6 ديال الاجزاء او 6 ديال الكرات. فبالنسبه للتقسيم ديالو او للحجم ديال الكره فكتبقى على حسب قداش بغيتو الخبز التورتيلا تكون عندكم، اما كبيره او صغيره وعلى حسب المقلاة اللي غادي تطيبوا فيها. فانا عملتهم حجم ديالهم متوسط، يعني ماشي كبارين بزاف وماشي صغارين بزاف. صافي هنايا مباشره من بعد ما شكلوهم كويرات غادي نبداو نخدموا بهم، يعني ما غاديش نخليهم يرتاحوا. انا هنا رشيت سطح العمل بشويه ديال الدقيق وغادي نبدا كنطلق العجين ديالي بهذا الشكل. فطلقوها قد ما قدرتوا، طلقوا وتجيكم رقيقه. كل ما كانت رقيقه كل ما كتجي احسن. كما كتشوفوا غادي نبقى كنطلقها مزيان وكما قلت لكم، يعني الا بغيتوها تجيكم غزاله هي انكم ترقوها بزاف. والعجينه راها طريه وسهله بزاف، غير رشوا لها الدقيق وصافي باش ما تلصق لكمش في سطح العمل ملي تكونوا كتطلقوها. وصافي والنتيجه كتجي رائعه البنات. صدقوني هاد الخبيزات الا جربتوهم غادي توليو مدمنين عليهم، ما غاديش تبدلوهم لانهم اقتصاديين بزاف وفي نفس الوقت ناجحين 100%. فكما كتشوفوا انا كانت عندي المقله على النار كتسخن، خليتها سخنات مزيان ومن بعد عملت فيها داك الخبيزه ديالي كيف ما كتشوفوا. غير نشوفوها نشفات نقلبوها وما نخليوهاش في المقله بزاف، يعني غير نحسوا بها بدات كتعمل داك الفقاعات اللي كيكونوا فيها وتقريبا بحال اللي بدات كتنفخ. نحيدوها من المقله، نوضعوها في واحد المنديل ونغطيوها ونخليوها داك الصهد ديالها يرجع فيها باش ما تنشفش. صافي وغادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نكمل الكميه ديال العجين او ديال الخبز اللي عندي كامله. وكما كتلاحظوا معايا راه العجين كيف ما عملتي معاه راه عاطي الطوع وساهل بزاف، يعني واحد العجين اللي غزال صراحه. ناجح 100%، غير جربوه على ضمانتي.
صافي كما كتشوفوا غادي نسالي من بعد ما غادي نساليهم غادي نحتفظ بهم. انا صراحه ما كنخليهمش، ما كنعملش واحد الكميه اللي كتكون كبيره، كنعمل غير داك الكميه اللي غادي نحتاجو في ديك الوقيته. الا بغيتو تعملوا كميه كثيره تقدروا انكم تضاعفوا المقادير وتحضروا واحد الكميه اللي كبيره وتحتفظوا بهم في المجمد. وقت اللي كتبغيوهم كتجبدوهم وكتستعملوهم في الوصفات ديالكم. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. هذا كان النتيجه ديال خبز التورتيلا او خبز التورتيه. كتجي ناجحه 100% صراحه. غير جربوها على ضمانتي. ما غاديش تندموا وغادي تعتمدوها ان شاء الله. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، التعاليق ديالكم كيهموني بزاف، وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعمل فائده. واللي كيزور القناه لاول مره ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وتفعل زر الجرس باش توصل بجديد الفيديوهات.